يا مساء الفل. فيلم النهاردة بيبدأ مع واحد اسمه تشارلي، وده بيبقى شاب بيلعب في سباقات المراكب، وبيكون داخل سباق مع أخوه الصغير سام. وفي وسط المنافسة بتظهر واحدة اسمها تيس كارل، ودي بقى بتبقى زميلته اللي معجبة بيه. وبنشوف تشارلي بيكسب السباق وبياخد منحة دراسية في جامعة ستانفورد. وبنشوف تشارلي وسام علاقتهم ببعض بتكون قوية جدا، وده بسبب إن أبوهم بيبقى سايبهم. فتشارلي بيكون بالنسبة لسام هو الأخ والأب والصاحب الجدع. ولما سام بيعرف إن تشارلي هيسافر عشان الجامعة بيزعل، بس تشارلي بيرضيه وبيوعده إنه كل يوم قبل الغروب ولمدة ساعة هيدربوا على البيسبول لحد ما يسافر. وفي ليلة السفر تشارلي كان عايز يروح حفلة مع أصحابه، بس أمه بتطلب منه يقعد مع أخوه عشان هي عندها شغل. فتشارلي بيحاول يزوغ، بس سام بيقفشه وبيصمم يوصله لبيت صاحبه. وهم على الطريق وبيهزروا مع بعض، فجأة عربيتهم بتعمل حادثة بشعة مع عربية نقل كبيرة بسبب عربية تانية. وهم في الإسعاف قلب تشارلي بيقف، بس المسعف ما فقدش الأمل وفضل يحاول لحد ما تشارلي رجع للحياة بمعجزة. وأول ما فاق قعد يسأل على أخوه، بس للأسف عرف إن سام مات. فتشارلي انهار تماماً وما كانش قادر يتقبل إن أخوه سابه خلاص. وفي يوم الجنازة تشارلي مستحملش ألم الفراق، فجري وهرب على الغابة وهو بيعيط. وهناك بيشوف فجأة سام واقف قدامه بيضحك وبيقول له: أنت اتأخرت على ميعاد التدريب يا تشارلي. فتشارلي من فرحته وعده إنه مهما حصل هيقابله كل يوم وقت الغروب في نفس المكان. وبعد 5 سنين بنشوف تشارلي حاله اتغير تماماً، ما بقاش يخرج ولا سافر للجامعة، وكمان بيشتغل تربي، يعني حارس مدافن في المكان اللي سام مدفون فيه. وبيكون عايش في عالم لوحده وبيكلم أصحابه اللي ماتوا وكأنهم عايشين، ومنهم واحد اسمه سوليفان، وده بيقابله عند المدافن وبيقعدوا يتسهروا مع بعض. وطبعاً كل يوم وقت الغروب بيروح يقابل روح سام وبيلعبوا وبيضحكوا مع بعض. وفي يوم بنشوف تيس كارل، ودي بتبقى البنت اللي كانت معجبة بيه زمان، وهي بتزور قبر باباها وبتكون متضايقة من الورود اللي موجودة، فبتروح للتربي وبتلاقيه تشارلي، فبتهدى وبيطمنها تشارلي إنه هيتابع بنفسه الورود. وبعدها بيجيب حاجات البيسبول عشان يقابل أخوه كالعادة. وبعدها بينزلوا البحر وسام بيختفي وتشارلي بيطلع لوحده. وتاني يوم بنشوف تشارلي وهو طالع من محل بيخبط في واحد، وده بيبقى المسعف فلوريو اللي أنقذه ساعة الحادثة. وقعدوا يتكلموا مع بعض، والمسعف بيسأله عن حياته وبيعرف إنه بيشتغل تربي، فبينصحه إنه يرجع لحياته الطبيعية ويشوف حلمه اللي كان نفسه يحققه. وبعدها بيسيبه وبيتمشى جنب المينا، وبيشوف تيس وهي بتجهز مركبها لسباق كبير، وبيشوفها وهي بتعافر ورا حلمها، فقعد يفكر تشارلي بحلمه بضايع. وبعدها راح لأخوه بمجلة فيها صورة تيس وقعد يتكلم معاه عن حلمه اللي نفسه يرجع له. وفي نفس اليوم بالليل بيروح المينا وبيشوف تيس وبيبدأوا يقربوا من بعض. وفي يوم مش باين له ملامح وكله عاصفة بنشوف تيس بتطلع بالمركب رغم التحذيرات عشان تختبر قوتها، فاختفت. وتاني يوم كالعادة بنشوف تشارلي وهو بيلعب مع أخوه، وفجأة الدنيا بتقلب مطر وبيقعدوا يلعبوا أكتر. وبعدها بيلاقي تيس في المدافن وهي مصابة وتعبانة، فأخدها بيته وعالجها، وبيبدأوا يحبوا بعض فعلاً وبيطلعوا يتمشوا على البحيرة. وفي يوم تس بتروح لتشارلي وبيقضوا اليوم مع بعض وبتسأله عن الكراتين اللي عنده، فبيقول لها دي حاجة سام. المهم بعدها بتسيبه وبتمشي، وهو بيطلع وراها وبيعيشوا لحظة رومانسية على الآخر. وبيصحى تاني يوم وبيلاقيها سايباله ورقة مرسوم عليها مركب، فبيروح لها وبيقضي معاها اليوم وبيقربوا لبعض أكتر وأكتر، وبينسى ميعاد الغروب مع سام. ولما بيجري على الغابة بيلاقي سام زعلان جدا وبيقوله: أنت بدأت تنساني وأنا بدأت أختفي. في اللحظة دي
تيس بتظهر ورا تشارلي، بس هي مش بتكون شايفة سام، فبتقوله لازم تسيب أخوك يا تشارلي، كلنا هنمشي في يوم. فتشارلي بيرفض وما بيقدرش يسيب سام في الغابة. وفي يوم تيس وهي بتتمشى بتقابل صديقها وبتصبح عليه، بس هو ما بيردش عليها، وفي نفس اللحظة بتبص على نفسها في الإزاز، فبتتفاجأ إنها مش شايفة نفسها. وبعدها بشوية تشارلي بياخد الصدمة وبيعرف إن تيس مفقودة في البحر بقالها 3 أيام، يعني اللي كان بيشوفها ويكلمها دي كانت روحها مش جسمها، وهي كانت بتناديه عشان ينقذها قبل ما تموت فعلاً. فبيقرر يركب المركب مع مدرب تيس، بس هو بيرفض، بس تشارلي بيصمم يروح يدور عليها، فبيركب المركب هو وصاحبه من ورا المدرب. بس المدرب بيشوفه وبيجري يركب المركب وبيتخانق مع تشارلي، بس بعدها بيوافقوا وبيروحوا يدوروا عليها في مكان بعيد. وهو في البحر شاف شهاب في السماء، واعتبرها إشارة من روح سام عشان تدله على مكان تيس. وفعلاً وصلوا للمكان ولقوا المركب غرقانة، وتشارلي نط في المية التلج وأنقذ تيس وهي بتلفظ أنفاسها الأخيرة، وفضل حاضنها عشان يدفيها لحد ما الإسعاف جت. وبعد كده بنشوف تشارلي بيفوق في المستشفى، وصاحبه جنبه بيطمنه على تيس. وبعدها تشارلي بيروح لتيس على المركب، فبتشكره على اللي عمله معاها، وبتحكيله إنها كانت بتشوف أحلام غريبة عنه. فتشارلي أكد لها إنها ما كانتش أحلام، دي كانت حقيقة. وفي الآخر تشارلي بيروح الغابة عشان يودع سام، بس سام ما بيظهرش، بس صوته كان مالي المكان وهو بيطمنه وبيقوله روح عيش حياتك يا تشارلي، إحنا هنفضل إخوات للأبد. والفيلم بيخلص وتشارلي وتيس بيبدأوا حياة جديدة، بعد ما تشارلي اتعلم أخيراً إزاي يودع الماضي. وكده بيخلص الفيلم، وفي النهاية ما تنساش بقى تدعمنا بلايك وتشترك في القناة عشان تشوف الملخصات الجاية واللي أكيد هتعجبك. ونشوفكم المرة الجاية. باي باي.